معكم جزائريون. هذه المرة احنا كفريق جزائريون حبينا نوضحوا الواقع المعاش في الجزائر من خلال مواضيع وروبورتاجات متنوعة واللي أكيد راح تهمكم. تابعوا معنا. البداية مشاهدينا راح تكون على واحد الظاهرة تفاقمت في المجتمع الجزائري واللي هي ظاهرة الخيانة الزوجية عبر الانترنت، التي ما يسميها البعض الخيانة الإلكترونية. هذه الآفة تسببت في تدمير الاستقرار الكثير من العائلات الجزائرية. بدون إطالة نخليكم تشوفوا هذا الروبورتاج للزميل إسلام عارس. الخيانة الزوجية عبر الانترنت أو الخيانة الإلكترونية ظاهرة باتت تهدد أمن واستقرار العائلات الجزائرية. الانفتاح الكبير الذي عرفته الجزائر في مختلف أنظمة الاتصالات سواء من ناحية التدفقات والتي جعلت الجميع متصل بفضل نظام الجيل الثالث أو حتى الإلكترونيات التي باتت تغزو الأسواق الجزائرية. من هذا المنطلق عدة أسئلة تتبادر للأذهان: هل يرجع السبب في هذه الخيانة للانفتاح أم العقليات أم الخيانة الزوجية تجري في الدماء؟ الخيانة كانت ولا تزال تطارد العائلات والأسر الجزائرية إذ تطورت بتطور المجتمعات وباتت تواكب التكنولوجيا، حيث أصبحت الخيانة على نقرة زر لا تختلف ما بين النساء والرجال على حد سواء. فالقضايا التي تعالج يوميا في المحاكم تجعلنا ندق ناقوس الخطر. سلمى البالغة من العمر 24 سنة، ربة بيت وأم لطفلة، واحدة من ضحايا هذه الخيانة الإلكترونية، فتحت لنا قلبها وروت لنا قصتها المؤلمة. أنا راجلي عرفته sur فيسبوك، دوكا عندي 2 ans زواج. عرفته sur فيسبوك، كنا عام sur فيسبوك، ومن بعد العام الدوزيام تزوجنا. أنا كي تزوجت نحيت فيسبوك وهو قاعد شغل توجور يستعمل الفيسبوك ديالو. بون او ديبي كنا بيان ايتو، كنا متفاهمين، ومن بعد بداو لي بروبليم. بون كم هو شباب وعنده كوميرسون، عنده طوموبيلات وعنده اشاك فوا شغل كي كنت نشوف كي بوبلي دي فوتو ولا هكا سور فيسبوك، شغل نشوف يديروا له ديجا لي كومونتير تاع البنات، وعنده بزاف البنات تاع سور فيسبوك. اون فوا هكا شغل قعدت موسوسه، التوسويس كان من الاول. اون فوا كنا قاعدين كان يشوف لا تيلي، كنت انا نشوف لا تيلي وهو كان اكوتي دو موا، كان يكونيكتي. صونا لو تليفون، راح ناضو، راح يهدر. انا شغل من الغيره ايتو قلت نشوف.
باغ كوريوزيتي نشوف نخرب له في فيسبوك ديالو ونشوف مع من ناوي يهضر واش هو يهضر، شكون هاد لي جون ناوي يهضر معاهم. ابخي لقيت دي ميساج ما شوكيت، دي ميساج شغل مع البنات، وحده تقول له عطيني نيميرو تليفون، وحده يقولها نروحو نفطرو. من بعد جاوب لقاني هكاك نخرب له في فيسبوك ديالو، ضربنا قلت له ديني لدارنا سي بون بيناتنا، راك تخدع فيا ايتو. من هذاك النهار وحنا في المشاكل، ودوكا رانا في شراع، رانا في ديفورس. هذه هي. مع من كنت تهدر؟ كنت مع صاحبي أسامة. بون؟ بما وهادو ما تقدر تفهمني شكون هادو؟ شنو هادو؟ ايمان وفلان وفردان. هادو سي دي زامي نعرفهم، كانوا تاع لافاك اللي كانوا معايا انا منافاك مازال راني تيخدم. لي زامي تهدر معاهم هكا؟ نيميرو تليفون نتلاقاو. دي زامي نتلاقاو مع دي زامي، واش فيها؟ انا عييت من هذا الفيسبوك، عييت. واش بيك علاش تبي تكبري الحكايه؟ انت راكي تكبري فيها. مصطفى هو الآخر، صاحب 29 ربيعا، عامل في مجال النظافة، سقط فريسة الخيانة. هذا الأخير اكتشف أن زوجته مهووسة بمواقع التواصل الاجتماعي. أخو عندي مدة عام زواج، أنا الفيسبوك الانترنت هذو ما خاطيني. المرأة تعرف الفيسبوك، تعرف سكايب، تحكي مع خياتها. أنا بات لي تحكي مع خياتها في الأوروب، عندها خياتها في الأوروب، خاوتها في الأوروب، بات لي تحكي مع خاوتها مع خياتها نورمال. أنا ما درتهاش فيها باللي المرأة ديالي أنا تحكي مع رجال. يا اخ ترى كنا قاعدين في الدار، خلى تليفون تاعها رفدتو انايا. هي غير شافتني في التليفون بانيكات، المرأة بانيكات. غير الخير ما في نورمال. اليوم جاتها حاجه بيزار تما كاين في التليفون. هي بدات هكا بلا عياط قدام منها، راه تليفون قدام منها. قلت لها نشوف تليفون. انا تماك زاد ركبني توسويس، وبديت نطلع ونحبط. قلت هذه كاين في التليفون، ولات تعيط، ولات كدا تبدل وجهها كاع. من بعد رحت عند واحد صحيبي، انا خاطيني الانترنت، خاطيني فيسبوك. رحت عند واحد صحيبي، قلت له هاي ليك شوف لنا كدا منا. يا شاف لي هذا، بعثت لها انفيتاسيون، اجيتاتني، بديت نقصر معاها نورمال، نقصر نورمال. درنا رونديفو، تلاقينا نورمال. انا واقف، قلت لها راني في بلاصه فلانيه، راني لابس كدا، تلاقينا. هي غير شافتني بانيكا، تبدل وجهها كاع، ولات حمراء صفراء زرقاء، ما تبدل وجهها كاع، ما عندي ما نحكي لك. من تماك ديريكت داشرة، هي اللي تحل البروبليم هذايا. وش نقول لك يا اخو، الفيسبوك هذا تماك ما هو اللي يتلق بين الراجل والمرأة. الفيسبوك هذا ما درنا والو. هناك ظاهرة انتشرت مؤخرا، وهي الاعتداء الجنسي للمرأة ضد الرجل وليس للرجل ضد المرأة، حيث أن المرأة عندما تتبرج وعندما تميل نحو إبداء مفاتنها يعني جهارا نهارا، فإنها تثير الرجل، بما في ذلك الرجل المتزوج، يعني تثيره بمختلف الأشكال، مما يدفع هذا الرجل يعني إلى الاستجابة لهذه المثيرات المعروفة في علم الاجتماعي، لهذه المثيرات، خاصة إذا كان رجل ضعيف الشخصية
وإذا كانت زوجته لا تلبي له كل رغباته مما يدفعه دفعا إلى الميل نحو هذه المرأة أو تلك، سواء يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق الشبكة العنكبوتية. إذن وهذا ما يؤدي أيضا إلى استفحال هذه الظاهرة أكثر فأكثر. الإنسان عندما يتحدث مع امرأة في الهاتف أو يتحدث مع امرأة عن طريق الشبكة العنكبوتية أو يراها عن طريق الشبكة العنكبوتية يطلب ما وراء ذلك، لأن الإنسان لا يكتفي بالكلام. من الناحية الشرعية فالإسلام ينبذ مثل هذه التصرفات، وأوصانا على احترام الحقوق الزوجية من قبل الطرفين، إلا أنه في وقتنا الحالي باتت الخيانة الزوجية تنتشر كالفطريات. نقولوا هذه خيانة، ما نقولوش خيانة زوجية، ما نقولوا خيانة إلهية. هذه خيانة تاع الله تبارك في الإنسان الذي يخون الله تبارك وتعالى. ما نقزموش الأمور نقولوا يخون زوجته، لا، أكبر من هذا، خان الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعتبر أن الله معه وهو معكم أينما كنتم، سواء في المكتب أو في بيته أو مع لأن الإنسان عندما لا يراه تراه زوجته ولا يراه المجتمع، العقاب المجتمعي ولا العقاب نتاع الأسرة ولا العقاب نتاع الأولاد نتاعو، فلا شك بأن هناك من يراه ومن ينظر إليه اللي هو الله تبارك وتعالى. فنكبروا احنا الموضوع، نقولوا أيها الشاب أو أيتها الشابة بفعلك هذا أو بفعلك هذا أنك خنت الله تبارك وتعالى وخنت رسول الله تبارك وتعالى وخنت كتاب الله تبارك وتعالى وخنت الدين بصفة عامة. إذن كم من علاقة تحطمت وكم من عائلة تشتتت بسبب خيانة زوجية عبر الإنترنت. هذه الظاهرة التي أصبحت كالوباء تجتاح العالم كله، حاصدا آلاف الضحايا جراء الاستخدام السيء للإنترنت. كما على بالكم مشاهدينا، ولينا نشوفوا في الآونة المنطلق عدة أسئلة تتبادر للأذهان. هل يرجع السبب في هذه الخيانة للانفتاح أم العقليات أم الخيانة الزوجية تجري في الدماء؟ الخيانة كانت ولا تزال تطارد العائلات والأسر الجزائرية، إذ تطورت بتطور المجتمعات وباتت تواكب التكنولوجيا، حيث أصبحت الخيانة على نقرة زر، لا تختلف ما بين النساء والرجال على حد سواء. فالقضايا التي تعالج يوميا في المحاكم تجعلنا ندق ناقوس الخطر. سلمى البالغة من العمر 24 سنة، ربة بيت وأم لطفلة، واحدة من ضحايا هذه الخيانة الإلكترونية، فتحت لنا قلبها وروت لنا قصتها المؤلمة. أنا راجلي عرفته sur فيسبوك، دوكا عندي 2 ans زواج. عرفته sur فيسبوك، كنا عام sur فيسبوك، ومن بعد العام الدوزيام تزوجنا. أنا كي تزوجت نحيت فيسبوك وهو قاعد شغل توجور يستعمل الفيسبوك ديالو. بون او ديبي كنا بيان ايتو، كنا متفاهمين، ومن بعدها بداو لي بروبليم. بون كم هو شباب وعنده كوميرسون، عنده طوموبيلات وعنده اشاك فوا شغل كي كنت نشوف كي بوبلي دي فوتو ولا هكا sur فيسبوك، شغل نشوف يديروا له ديجا لي كومونتير تاع البنات، وعنده بزاف البنات sur فيسبوك. اون فوا هكا شغل قعدت موسوسه، التوسويس كان من الاول. اون فوا كنا قاعدين كان يشوف لا تيلي، كنت انا نشوف لا تيلي وهو كان اكوتي دو موا، كان يجي كونيكتي. صونا لو تليفون، راح ناضو، راح يهدر. انا شغل من الغيره ايتو قلت نشوف.
كوريوزيتي نشوف نخرب له في فيسبوك ديالو ونشوف مع من ناوي يهضر واش هاوي يهضر شكون هاد لي جون ناوي يهضر معاهم. ابخي لقيت دي ميساج ما شوكيت، دي ميساج شغل مع البنات، وحده تقول له عطيني نيميرو تليفون، وحده يقولها نروحو نفطرو. من بعد جاوب لقاني هكاك نخرب له في فيسبوك ديالو ضربنا قلت له ديني لنا سي بون بيناتنا راك تخدع فيا ايتو. من هذاك النهار وحنا في المشاكل، ودوكا رانا في شراع، رانا في ديفورس. هذه هي. مع من كنت تهدر؟ كنت مع صاحبي أسامة. بون؟ حبينا. وهادو ما تقدر تفهمني شكون هادو؟ شنو هادو؟ إيمان وفلان وفردان. هادو سي دي زامي نعرفهم، كانوا تاع لافاك اللي كانوا معايا انا منافق مازال راني تيخدم. لي زامي تهدر معاهم هكا؟ نيميرو تليفون نتلاقاو. دي زامي نتلاقاو مع دي زامي واش فيها؟ انا عييت من هذا الفيسبوك، عييت. واش بيك علاش تبغي تكبري الحكايه؟ انت اللي تكبري فيها. كم جزائريون، هذه المرة احنا كفريق جزائريون حبينا نوضحوا الواقع المعاش في الجزائر من خلال مواضيع وروبورتاجات متنوعة واللي أكيد راح تهمكم. تابعوا معنا. البداية مشاهدينا راح تكون على واحد ظاهرة تفاقمت في المجتمع الجزائري، واللي هي ظاهرة الخيانة الزوجية عبر الانترنت، التي ما يسميها البعض الخيانة الإلكترونية. هذه الآفة تسببت في تدمير الاستقرار الكثير من العائلات الجزائرية. بدون إطالة نخليكم تشوفوا هذا الروبورتاج للزميل إسلام عارس. الخيانة الزوجية عبر الانترنت أو الخيانة الإلكترونية ظاهرة باتت تهدد أمن واستقرار العائلات الجزائرية. الانفتاح الكبير الذي عرفته الجزائر في مختلف أنظمة الاتصالات سواء من ناحية التدفقات والتي جعلت الجميع متصل بفضل نظام الجيل الثالث أو حتى الإلكترونيات التي باتت تغزو الأسواق الجزائرية. من هذا بانيكا تبدل وجهها كاع، ولا تحمرها صفرا زرق، ما تبدل وجهها كاع، ما عندي ما نحكي لك. يا من تماك ديرك داشرة، من تماك ديرك داشرة، تماك داشرة هي اللي تحل البروبليم هذايا. وجا نقول لك يا اخو الفيسبوك هذا تماك ما هو اللي يتلق بين الراجل والمرأة. فيسبوك هذا ما درنا والو. هناك ظاهرة انتشرت مؤخرا وهي الاعتداء الجنسي للمرأة ضد الرجل وليس للرجل ضد المرأة، حيث أن المرأة عندما تتبرج وعندما تميل نحو إبداء مفاتنها يعني جهارا نهارا، فإنها تثير الرجل بما في ذلك الرجل المتزوج، يعني تثيره بمختلف الأشكال، مما يدفع هذا الرجل يعني إلى الاستجابة لهذه المثيرات المعروفة في علم الاجتماعي، لهذه المثيرات، خاصة إذا كان رجل ضعيف الشخصية
وإذا كانت زوجته لا تلبي له كل رغباته مما يدفعه دفعا إلى الميل نحو هذه المرأة أو تلك، سواء يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق الشبكة العنكبوتية. إذن وهذا ما يؤدي أيضا إلى استفحال هذه الظاهرة أكثر فأكثر. الإنسان عندما يتحدث مع امرأة في الهاتف أو يتحدث مع امرأة عن طريق الشبكة العنكبوتية أو يراها عن طريق الشبكة العنكبوتية يطلب ما وراء ذلك، لأن الإنسان لا يكتفي بالكلام. من الناحية الشرعية فالإسلام ينبذ مثل هذه التصرفات وأوصانا على احترام الحقوق الزوجية من قبل الطرفين، إلا أنه في وقتنا الحالي باتت الخيانة الزوجية تنتشر كالفطريات. نقولوا هذه خيانة، ما نقولوش خيانة زوجية، ما نقولوا خيانة إلهية. هذه خيانة تاع الله تبارك في الإنسان. مصطفى هو الآخر صاحب 29 ربيعا، عامل في مجال النظافة، سقط فريسة الخيانة. هذا الأخير اكتشف أن زوجته مهووسة بمواقع التواصل الاجتماعي. أخو عندي مدة عام الزواج، أنا الفيسبوك الانترنت هذو ما خاطيني. المرأة تعرف الفيسبوك، تعرف سكايب، تحكي مع خياتها. أنا بات لي تحكي مع خياتها في الأوروب، عندها خياتها في الأوروب، خاوتها في الأوروب، بات لي تحكي مع خاوتها مع خياتها نورمال. أنا ما درتهاش فيها باللي المرأة ديالي أنا تحكي مع رجال. يا اخ ترى كنا قاعدين في الدار، خلى تليفون تاعها رفدتي انايا. هي غير شافتني في التليفون بانيكات، المرأة بانيكات. غير الخير ما في نورمال. اليوم جاتها حاجه بيزار تما كان في التليفون. هي بدات هكا بالعياط قدام النهار، تليفون قدام منها. قلت لها نشوف تليفون. انا تماك زاد ركبني توسويس، وبديت نطلع ونحبط. قلت هذه كان في التليفون ولات تعيط ولات كدا تبدل وجهها كاع. من بعد رحت عند واحد صحابي، انا خاطيني الانترنت، خاطيني فيسبوك. رحت عند واحد صحابي، قلت له هاي ليك شوف لنا كدا منا. يا شاف لي هذا، بعثت لها انفيتاسيون، اجيتاتني، بديت نقصر معاها نورمال، نقصر نورمال. درنا رونديفو، تلاقينا نورمال. انا واقف، قلت لها راني بلاصه فلانيه، راني لابس كدا، تلاقينا. هي غير شافتني